أنتم أعظم شعب في هذه الأرض، تخيلوا بقى، وأنتم أقوى شعب فوق هذه الأرض، وأنتم اللي معمول حسابكم يا أخوي، معمول حسابكم جامد قوي، وأنتوا نايمين لي على جنابكم جامد قوي. أستاذ مازن يا كبير، والله السكوت أفضل من الحكي، لأن ما شاء الله عليكم أنتوا أعطيتوا درس للعالم بالتكاتف، بالمحبة، بالولاء، بالانتماء الداخلي. أنتوا لازم تعلموا العالم، لأن ما شاء الله عليكم. يعني أنا هذه التكاتف هذا اللي شفته ما شفته أولاد دولة بصراحة. لازم تعلموا الناس وتعلموا العالم، مع احترامي لكل الناس ولكل العالم. ما شاء الله عليكم، الله يحفظك. ما شاء الله، الله يحفظك. وشكرا للإخوان السوريين اللي تحملوا مشاق الطريق. شكرا لكم، الله يحفظكم، الله يحفظ بلادكم، الله يحفظكم انتم من، الله يحفظكم من كل سوء ان شاء الله باذن الله. الله يجعل هالبلد امن مطمئن يا رب، يا رب، ملكا وشعبا. والوطن المغرب مو بس اللي حامل بسبور المغربي، البلد المغرب لكل شخص اكل ملحه شرب ميه. هذا واجب علينا نحن نوقف، واجب هذا، لا من نيه لا جميله، هذا واجب وطني هذا. بارك الله فيك. ولئن نادى المغرب شعبي سمع الأصم ونطق الأخرس، صاحوا فداك يا وطني لك نلبي، والقيادة محمد السادس. لغد أجمل وأفضل نبصر، بعزيمة وإرادة تشق الصخر، نطاول العز شموخا بطعم الفخر، وحدة ترابية لا تعرف الكسر، وحماة وطن تفدي بالعمر. فاللهم اشهد أن المغرب ذو قدر، والمغاربة في الاتحاد لآيات وعبر. وهذا الاعتزاز قد ملأ صدري وغمر، اعتزاز لا يعرفه إلا كل مغربي حر. ففي الانتماء لا نعرف شرطا أو عذر، فإما أن أكون مغربيا أو لا أكون، نقطة، انتهى السطر. سبحان الله، المصيبة تفرق، لكن في بلادنا المصيبة تجمع. ما رأيت، قرأت شروحا لأحاديث كثيرة، ما رأيت شرحا لحديث ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، كما رأيته واقعا على الأرض مسافة أكثر من 1300 كيلو. يتحرك المسلم إلى أين؟ بماله، بسيارته، بجسده، ماذا يريد؟ إلى أخيه. هذه المسافة البعيدة هل رأى؟ لا والله ما رأى. هل يعرفه؟ لا والله ما يعرفه. هل هو من نسبه؟ لا والله ليس من نسبه. ما الذي يدفعه؟ ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم. مشهد عظيم. هكذا يجب أن تشرح السنة، لا أن تشرح في الكتب وتطوى. Moroccan spirit. Moved by a tragedy that left a nation in shock, Moroccans have been organising a massive community response. Cars pull up to this camp for the displaced every few minutes to drop off essentials, toys, clothes and treats. Donations pile up at collection points that punctuate the National Road number 7 as it winds all the way to the epicentre. Blankets, kitchenware, rugs and essentials. Ordinary Moroccans have taken relief efforts into their own hands in an outpouring of generosity to help those most in need. By night, the city mobilises and all of these goods are taken to the Atlas Mountains. The public response has been overwhelming, with thousands of people here answering a call to action on social media. Moroccans have big hearts, willing to share everything with you. In times of tragedy, Moroccans stand together. We didn't sleep or eat all day. Our appetite fades when our brothers and sisters are starving. قال الحسن كان الله يوليه برحمة الله ساهم وقدره. إذا احنا كمواطنين نساهموا مع الناس وقدره ما غاديش نحتاجوا الشعب في الطابور. ما زاداتي احنا عندنا هي الملك. فهمتيني عاش الملك. A week on, the Red Cross estimates that over 300,000 people have been affected. A tragedy that has scarred the land has also inspired a moment of unity and solidarity. The Moroccan spirit sustaining a nation.
Ken Brown, CGTN, the Atlas Mountains. ساحة ساكنة طمأنينة وحدتنا ترابية صحراؤنا مغربية أرسلوا بشهاد الله الوطن الملك. والله شفت في عين المغاربة احتساب وصبر شيء جبار جبار فعلا، وهم فعلا مؤمنين بأن هذا بحكم انه جاي من عند الله سبحانه وتعالى. يعني اللي حصل لهم كارثة مو بسبب حرب او بسبب يعني بشر، لا، دام انه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى مرحبا بما قدر الله. الصبر عندهم يا مرحبا بما قدر الله، وصابرين وشاكرين. هذه كلامهم هذا اللي دائما يرددونه. هم الحين محتاجين ترى لما اقول لك محتاج في وقت المصيبة، محتاج لأي شيء، محتاج لماء، أكل، خيمة، أي شيء، لأنه طوارئ ووقت محدود، يبي واحد بس. ومع ذلك هم يدرون أن احنا جمعيات خيرية، ما شفت واحد، حتى هذا الكلام حتى احنا بالباص نسولف الربع كلهم، ما شفت واحد خذ واحد بصوب وقال لا نحتاجين هالشيء الفلاني، ولا قال ولا شيء. يعلم الله فيهم عفة عجيبة جدا، ما يطلب ولا شيء. أقول لكم والله هذا شيء، وهذا فعلا الشيء اللي وجدته. لقيت عندهم الكرم، لقيت عندهم الترحيب، لقيت عندهم الصبر والاحتساب والعفة. يعلم الله هذا اللي وجدنا. L'image du roi du Maroc m'a saisi hier soir quand je l'ai découvert. Oui, mais la déférence des Marocains, la dévotion. Je vous assure, on peut déjà voir ces images. Je sais que Philippe, on l'a dit hier, vous êtes très proche pour des raisons personnelles des Marocains. C'est absolument incroyable. Les gens se jettent sur lui pour l'embrasser, pour... Commandeur des croyants, c'est le commandeur des croyants, descendant du prophète. Donc le roi du Maroc n'est pas une nature divine, d'où la déférence à son égard. C'est un personnage sacré. Ce n'est pas comme un président de la République. C'est pas à l'égard du politique qu'on a cette déférence. Voilà. Regardez cet homme-là, par exemple, effectivement. Et ce qui m'ennuie, c'est toujours de prendre des lunettes de Paris pour juger une culture du Maroc. Ça m'a agacé. Effectivement, beaucoup de gens ont dit le roi du Maroc n'a pas parlé assez tôt, ne s'est pas rendu au chevet des uns et des autres assez tôt, mais c'est une autre culture, c'est un autre rapport au monde. Absolument. Et cette culture, effectivement, dans un autre pays, elle est intéressante à voir, mais surtout il ne faut pas la juger avec nos paramètres à nous. Non, parce que c'est pas une démocratie à l'européenne. Le Maroc, de toute façon, c'est une monarchie parlementaire où le roi conserve des pouvoirs importants. où le roi est quand même celui qui fait tenir le pays. يتناول فيها الصفعة القوية التي وجهها أهلنا في الصحراء المغربية للماسونية المتأسلمة المتخفية داخل الجزائر. فأهلنا في الصحراء المغربية قدموا تبرعات كبيرة جدا كما سنشاهد الآن لإخوانهم المسلمين في المناطق الزلزال، وقالوا نحن أمة إسلامية واحدة، كل من يسعى لتقسيم المغرب هم خونة، هم أعداء الإسلام والمسلمين. سنشاهد الآن أبلغ رد، ونقدم لكم فيديو لأحد أعوان الدولة العميقة، دولة الماسونية المتخفية عن أعين الشعب الجزائري، وهم يلعنون في تاريخنا الإسلامي ويتذكرون أجدادهم السريين الذين رفضوا أن يدرسوهم لنا في كتب التاريخ. تعالوا نبدأ حضراتكم من هذه الصورة من مدينة الدخلة المغربية. انطلقت قافلة من مدينة الدخلة المغربية إلى مراقش ووزازات لتقديم التبرعات، وكذلك انطلقت قوافل أخرى أيضا من مدينة العيون إلى مراقش ووزازات وغيرها من المناطق في مدن الصحراء المغربية. تعالوا نشاهد. أطفال، يعني نساء، رجال، شيوخ، جميع أطياف المجتمع. هذا مشهد مؤلم لميليشيات البوليساريو الشيوعية التي تتعاون مع إسبانيا وغيرها من البلدان التي تأمر على بلدنا المغرب. فهذه المشاهد تجعلهم يأكلون أنفسهم، فكما يقول الشاعر: اصبر على كيد الحسود فإن النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. تعالوا نريهم مشهد آخر يجعلهم يموتون من الغيظ والكمد، وهنا تبرعات أهلنا من مدينة العيون.